لقد قلنا سابقا أن ما يمر فيه العراق من ظروف صعبة هو لأجل التكامل الأخروي، ومنها يكتسب الفرد الخبرة الاجتماعية والسياسية والصبر على الصعوبات والبلاءات مهما اشتدت كما هو واضح. إلا أن المهم في الأمر أن لتكامل الإنسان أكثر من ناحية واحدة، حيث أنه إذا تكامل من النواحي السياسية والاجتماعية فقط فهذا غير كاف، لأنه يقود نفسه لو صح التعبير لأنه لا يقود نفسه لو صح التعبير فبطريق أولى لا يستطيع قيادة مجتمعه أو دولته أو غير ذلك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الإنسان مكلف بشيئين طوليين لا عرضيين، أي يجب تحقق الأول ليتحقق الثاني، وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا أردنا أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، أو قل مصلحين للمجتمع قائدين له كائنا من كان، فلا بد من تقويم النفس أولا ثم تقويم الغير. إذن فينبغي علينا هنا الفات النظر إلى شيء مهم قد غاب عنا للظروف القاهرة، وهو التكامل الأخروي للفرد. وكل الذي يسعى إليه الآن على الرغم من أن فيه المصالح العامة إلا أن فيه من الدنيا الكثير من طلب المال والشهرة والعز والجاه والسلطة والرئاسة وحب الذات والأنانية والتسلط، وكلها أمور دنيوية إلا من عصم الله. فإن قيل فمن يقوم المجتمع، أو بتعبير آخر من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قلنا أن الذي يأمر بالمعروف هو الذي تكامل بقدر أو بمستوى معتد به من الناحية الأخلاقية والفقهية والاجتماعية وغيرها. وهذا معلوم، حيث أن فاقد الأخلاق لا يمكن أن يعطي الأخلاق، وغير المتفقه في دينه ولو بقدر الضروري منه فلا يمكنه أن يأمر وينهى. وكذلك باقي الأمور التي يجب أن يكون عارفا بها مطلقا عليها مطبقا لها، مطلعا عليها مطبقا لها قدر الإمكان. وإلا فإن الكثير من التصديات للمجتمع تكون ملهية ومبعدة عن ذكر الله. فكل من تصدى لمنصب دنيوي إذا كان مطبقا لبعض هذه الأمور فهو بمجرد أن يتصدى يتركها ويتناساها ويدعي أنها المصلحة العامة. فنقول له: هل المصلحة العامة أن تتصدى لمنصب لست أهلا له، أم المصلحة العامة أن تقوم نفسك وتكاملها نحو الأحسن؟ فإن أخذت القسط الوافي فأنت حينئذ معذور، ولك الحق بالتصدي للمناصب وللأمور الاجتماعية وغيرها، وأهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل رأيت قاطعا لصلاة أو لجمعة ويأمر بها؟ هذا لا يمكن عقلا ولا نقلا، بل هو من الخطل في القول والعياذ بالله. وهل رأيت ظالما يأمر بالعدل؟ وهل رأيت كاذبا يأمر بالصدق؟ ولو تنزلنا وقلنا ذلك موجود ولعله بكثرة كاثرة قلنا إن أمره لا يطاع، حيث يكون الرد عليه وبكل سهولة: ابدأ بنفسك فأمرها وانهها ثم طبق ذلك على الآخرين. وعليه فكل منصب اجتماعي أو سياسي أو كل عمل ينسي ذكر الله فلا يكون مقبولا لا شرعا ولا عقلا، وهو قبيح. فلذا لا نريد أن يكون المجتمع العراقي ناسيا لذكر الله ولنبيه ولأهل بيته، وليس إقامتك للصلاة أو زيارتك لأحد المعصومين فقط دخل في ذلك، بل كان ذلك مما في بادئ الأمر. إلا أن الإنسان يجب عليه أن يتطور أو يتكامل حتى في أعماله العبادية والأخلاقية.
فإن الذي يحب العبادة ويخلص لها فإنه يريد الاستزادة منها بشرط التنويع بها، وذلك لفائدتين: الأولى عدم وقوع الملل من هذه العبادة التي يكررها دائما، وقد يؤدي بالتالي إلى أمور لا تحمد عقباها، بل قد تكون محرمة شرعا كقطع العبادة والعياذ بالله. ومنها ما ورد في فقه الأخلاق بما معناه: أنت إذا مللت من عبادة افعل معها أمور عبادية أخرى كزيارة المريض وعيادته والتسبيح والزيارات وغيرها. الثانية أن لكل عبادة فائدة معينة قد تكون منصوصة وقد لا تكون منصوصة، كما ورد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الصوم ترويض للنفس وهو جنة من النار، وإن الصدقة تذهب بالبلاء وتبعده، وغيرها كثير. فلو أنك نوعتها لتنوعت نتائجها بطبيعة الحال. أما لو اقتصرت على عبادة واحدة فالنتيجة واحدة كذلك، فهاتين فائدتين معتدا بها، فلأجلها يكون الأفضل عدم الاقتصار على عبادة أو عبادتين فقط. بل وفي مستوى آخر من الكلام يمكن القول بأن العبادة، وكما هو في علم الفقه، تنقسم إلى قسمين: العبادة الواجبة والعبادة المستحبة. أما الأولى فهي التي تكون بتركك لها معاقبا، بل أكثر من ذلك، كالإخلال بالعدالة والدخول بالفسق، والثواب على فعلها أي على فعل العبادة. أما الثانية وهي المستحبة فهي التي لا تعاقب على تركها وتثاب على فعلها، لأن المستحب هو الذي ملاكه أقل من ملاك الواجب، ومن ثم هو الذي فيه أرجحية الفعل على التارك. هذا ولو دققنا النظر لوجدنا أن العبادتين مترابطتين، فلا يمكن أن يقوم الفرد بالمستحب منها ولا يقوم بالواجب، فإن الواجب إذا لم يأتي به لم يصح المستحب، كما قيل أو كما ورد: الصلاة عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أو كالذي يحيي ليل شهر رمضان بالعبادة وهو تارك لصومه بلا عذر، أو كالذي هو تارك للصلاة إلا في شهر رمضان. وكذلك أن يفعل الواجب ولا يطبق أي مستحب من المستحبات، فهذا من قساوة القلب أمام الله، بل لو اقتصر على الواجب قد لا يكون هناك تكاملا، وإذا وجد فهو بطيء جدا. وغاية ما تحصل من الواجب أو تحصل من الواجب وعدم كونه تاركا لها فقط، كالذي يصلي بلا خشوع فهي صلاة ومجزية، إلا أنها من الناحية الأخلاقية لا خير فيها. أو كالذي يزور أحد المعصومين إلا أن غايته هو النظر أو اللمس المحرم أو التجارة أو غيرها من الأمور الدنيوية والمحرمة، فإنها زيارة إلا أنها غير موفقة. فالمستحب عبارة عن تكامل للفرد وعن رحمة له، كما قد سمعت فإن المستحب بالنسبة للعبادة كالملح للطعام كما يعبر البعض، بل إنما يكامل المجتمع والفرد هو أن يأتي بالمستحب جنبا إلى جنب مع الواجب. فإن كثيرا ممن هو موفق في الدنيا وفي الآخرة هو فاعل لذلك، ولا يقتصر في عباداته على الواجب منها، وليس المقصود المعصوم فقط بل الأعم من ذلك. ولا يقال أن ذلك أي المواظبة على الواجب وعلى المستحب من أعمال المعصوم عليه السلام، فنقول له بل لعل هذا مختص بغير المعصوم، فإن الفرد العادي يحتاج إلى التكامل أكثر من المعصوم المتكامل. هذا مضافا إلى أننا مأمورون بالتأسي بالمعصوم، فلنتأسى به ونطبق المستحب مع الواجب. وطبعا يعم المستحب ترك المكروه أيضا، ولا نقصد بذلك أن يأتي به المكلف دفعة واحدة، بل يمكن التدرج بذلك حسب المستطاع.
وحسب استعداد الفرد واستحقاقه لذلك، وأن لا يفعل أعمالا صعبة على نفسه بحجة مجاهدة النفس، فلعل في ذلك ضرر على نفسه وعقله في كثير من الأحيان، فالتفتوا إلى ذلك أيضا. وهناك عبادة أخرى قد خفيت على الكثير من الذين هم غير مطلعين على بعض العلوم الأخلاقية وغيرها، وهذه العبادة التفكر في الخلق كما يعبرون، فإن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. وكل هذه المستويات من العبادة مشروطة بشروط، منها أن تكون خالصة لله لا شريك فيها، والعياذ بالله، فإن الله يغفر لكل شيء إلا أن يشرك به، وقد يعم ذلك الشرك الظاهري والمعنوي، وهي أن تكون عبادتك ليست خالصة لله عز وجل بل لأمور أخرى دنيوية بطبيعة الحال، وأن لا يكون فيها الرياء، وهو أن تكون عبادتك ليست لله بل ليراك الناس، أي بمعنى آخر، أما أن تعطي الأهمية لله فقط وهو الإخلاص، وأما تعطي الأهمية لله ولغيره فهو الرياء، أو الأهمية فقط لغير الله، فهذا أمر وأدهى. فكن في عباداتك مخلصا لله عز وجل، تكن متكاملا في المجتمع وفي نفسك وأمام ربك. وعموما فإن من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وإن مخافة الله رأس كل حكمة، فإن كنت مهابا وحكيما فأمكنك الخوف بالأمور الاجتماعية مطلقا، ومخافة الله لا تأتي إلا من الإخلاص له، وقد ورد من جاع بطنه وكف لسانه آتيته الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولم يرد من أوتي منصبا أو جاها أو